يقولون سفرة أم لؤلؤة، مطعم سفرة أم لؤلؤة عندهم أكل أو لحومات بلدية. برضو احنا ما زلنا في سكة عبد الرحمن حسن فخرو. ما شاء الله، وش هذا؟ حي الله من زارنا زارتنا البركة. هذا متحف أم لؤلؤة. واو واو واو، جميل. هذه الأشياء اللي تضرب عصفورين في I am impressed. عليكم السلام. For no sure you don't have. You don't have what? Fish. طبعا عرفنا من الاستفسار انه صاحبة المشروع سيدة اعمال اسمها السيدة فاطمة ام محمد، ومسمية الفكرة بمطعم ام لؤلؤة او سفرة ام لؤلؤة اللي هي امها اسمها لؤلؤة. وهذه فكرة بصراحة نستغرب. اولا مطعم كبير ونفه وما شاء الله مبين مريح، لكن ما في احد. واكدوا لنا انه الاكل اللحوم بلدية مؤكد، فبنشوف وبنجرب ان شاء الله. طبعا المطعم شعبي، اكلاته كلها شعبية، وانا بوريكم المنيو بس من باب تتعرفون ليش هذا المحل مو مزدحم، لانه مو متعارف ويا اغلبية الزوار، بس اللي يعرفونه يفضلونه. هذا المنيو سفرة أم لؤلؤة والأكلات الشعبية. الأسعار حقيقة يعني في متناول الجميع، أسعار جدا مناسبة، بس يعتمد بعد حسب ذوق أي إنسان. طلبنا بعض الأنواع، وأغلبية اللي بغينا نطلبهم قالوا منتهي مخلص، يعني ما عاد موجود، لأنهم عليهم طلبات يقولون. فهذا بشكل سريع قاعد تشوف. طبعا هذه الفطور، في عندهم صينية فطور 75 ريال تشكيلة أو حسب الطلب يعني. وهذا مطعم، وأيضا قاعد تشوفون إطلالة. وحقيقة احنا نشوف من الطلة الأولى إنه مهيأ ومشجع. هذا الشيء اللي طلبنا.